اسمح لي أن أذهب إلى إدلب السورية، حيث الأستاذ أبو علي الشامي أحد المسعفين. أستاذ أبو علي، ما هي مشاهداتك؟ حدثنا عن تفاصيل اللحظة الراهنة في عمليات الإغاثة والإنقاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. والله يا أخي الكريم، يعني أول ما وقعت المجزرة صارت الكارثة، رحنا وتوجهنا لمنطقة جنديرس. كانت لا يوجد فيه معدات، أول بداية لا يوجد معدات والمطر غزير، وشاركنا وكل المدنية شاركنا بأدوات أولية، يعني أدوات بسيطة، وأخرجنا بعض الجرحى بعض الناجين، وكان في عندنا صعوبة كثير وكل الأخوة المدنية شاركوا معنا والله يجزيهم الخير. والدفاع المدني بعدين توجه إلى الأماكن وعمل بطاقته، يعني اللي بيستطيع عليها. كان يعني يلزمنا ثقيل، يعني مثل رافعات أو تركسات أو نقار إنه يساعد الأبنية. كانت الأبنية مؤلفة من 6-7 طوابق وما فوق، كلها فوق بعضها يعني. وكانت الكارثة عظيمة جدا، يعني ما بتنوصف. والله يا أستاذ أبو علي، أيديكم تقبل يا سيدي، لكن أنتم لستم مدربين، يعني لم تتلقوا تدريبا على عمليات الإغاثة والإنقاذ. لا. لا نحن ليس متدربين، ولكن كل الشكر لإخواننا بالدفاع المدني، الأخوة البيضاء، قاموا في واجبهم ونحن ساعدناهم بحسب استطاعتنا، واللي بنعرفه نحن توجهاتهم لهم إن هي اللي كمان ساعدت الدفاع المدني ببعض الشغلات البسيطة اللي عندنا، يعني صحيح. جزاهم الله كل خير. صحيح يا سيدي، بوركت وطبت.